السلام عليكم حبايبي تلاميذ الصف الرابع، اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. طبعا احنا عارفين ان احنا الاسبوع الجاي ان شاء الله من 5/3 هيبدأ عندنا اختبار شهر 2 على المنهج مقرر شهر 2. والجميل في الموضوع ان كتاب الاضواء عامل لنا ملحق اختبارات للشهور والاختبارات النهائية في اخر الكتاب. في صفحة 233 جايب لي اختبار واحد اهو، اختبار اول، واختبار كمان 2 اهو على الشهر الاول. والله جميل جدا يا حبايبي. تعالوا كده، لو حلينا الاختبارين دول واخدنا كل الافكار اللي موجودة فيهم، كفاية قوي ان احنا نراجع على الامتحان بتاعنا بالاختبارين دول. ان شاء الله الامتحان هيكون بسيط سهل، سؤال او سؤالين في الحصة مدرس هيديهولك وبس، وكده كفاية. فالموضوع سهل ان شاء الله. فنحل مع بعض كده الاختبار الاول والاختبار التاني في كتاب الاضواء على شهر فبراير بمنتهى البساطة، ونفهم الفولة ايه ونروح الامتحان نحل ان شاء الله. نبدأ كده بسم الله مع بعض. 73 جزء من 100. 73 3 صحيح، خد بالك وعامل لي فاصلة كده، يبقى دي 3 وبعدين علامة عشرية اللي هي نقطة كده. 74 جزء من 100 وبكتب 74، يبقى 3 و74. فين ال3 و74 يا مس؟ اهي رقم 1. قيمة الرقم 5 في العدد اهي، ال5 اهي قبل العلامة العشرية. فأول ما خانة في قبل العلامة العشرية، أيوة قيمتها بكام؟ أنا بحط ال5 زي ما هي كده، وبحط العلامة العشرية. طبعا بقول قيمة، ما بقولش قيمة مكانية، قيمة، وما بحطش أي أرقام تانية لا بعدها ولا قبلها، فبتبقى قيمتها 5 أجزاء من 10. 5 من 10 اللي هي رقم 2 اهي. ممكن نحط الصفر كده عادي، مفيش مشكلة، أو ما نحطوش. لكن لو قال لي قيمة مكانية، خد بالك نفرق قيمة مكانية، يبقى بيسأل على مكانها، فمكانها هتبقى ايه؟ خانة الايه؟ الأجزاء من 10. يبقى في فرق بين القيمة المكانية وقيمة الرقم. طيب، عدد كسور الوحدة التي تحتاج إليها من الخمس لتكوين 4/5. دوما عدد كسور الوحدة اللي هو العدد الموجود في البسط، فيبقى 4 كسور وحدة. يبقى لما يسأل على طول على عدد كسور الوحدة، اكتب الرقم اللي موجود عندك في البسط وانت مغمض عينيك، يبقى دي عدد كسور الوحدة. 8 زائد 7/8، أنا بوحد المقام ب8، و7 زائد 1. المقامات ما بتتجمعش، المقام بيتكتب زي ما هو. اللي بتجمع البسط 1 زائد 7 كام؟ 8. طب 8 على 8 اللي هي 1 صحيح، يبقى الناتج بتاعي 1 صحيح. 8 أجزاء من 10 تكافئ 80 جزء. 8 أجزاء من 10، بحط العلامة عشية اهي وأدي 8. تكافئ يعني تساوي 80 اهي، والعلامة عشية زي ما هي، يبقى 80 ايه؟ جزء من كام؟ من 100. 80 اهي والعلامة عشية بعد رقمين، يبقى جزء من 100. الرقم الموجود في خانة الأجزاء من 10 هو 2 اهي. احنا عارفين ان ده طبعا العدد الصحيح، ده خانة الأحاد. الخانة اللي بعد العلامة العشرية أو اللي قبل العلامة العشرية على طول هي خانة الجزء من 10، والخانة اللي بعدها خانة الجزء من 100، وهكذا. هو بقى بيسأل على الرقم الموجود في خانة الجزء من 10 اللي هو 2. 7 أجزاء من 10 اهي، 7 علامة عشرية و7 أجزاء من 10 بيساوي كام جزء من 100؟ هتزود صفر، يبقى 70 جزء من 100. طيب 2 على 5 بيساوي كام على 15؟ الخمسة دي بقت 15، أنا ضربتها في كام يا مس؟ في 3. زي ما ضربنا في المقام في 3 بضرب البسط في 3، يبقى 2 في 3 بكام؟ ب6. عدد الأجزاء من 100 في العدد، عدد الأجزاء من 100 أهو اللي هي كام؟ 7. 7 أجزاء. طيب هنا لما أجي أجمع عدد صحيح زائد كسور عشرية، أنا بجمع الأعداد الصحيحة عادي خالص. 1 و3 كام؟ 2. 1 و3 4، آسفة يا ولاد، 1 و3 4. المقام بيتحط زي ما هو 7. بجمع البسط 4 و2 كام؟ 6، يبقى 4 و6 على 7.
السؤال الثالث فصل به 28 تلميذ وتلميذة، فإذا كان ربع عدد التلاميذ بنات فأوجد عدد البنات في الفصل. 28 تلميذ وتلميذ ربعهم بنات، أوجد عدد البنات، عدد التلاميذ بنات، أوجد عدد البنات. أنا هحل وأقول عدد البنات بيساوي، أما أجي أجيب ربع عدد التلاميذ يعني كأني بقول لك اقسم ال 28 على 4. هتقولي فيها كام؟ فيها السبعة. الكام في 4 ب28 اللي هو السبعة، يبقى 7 ايه بنات او 7 تلميذات. حمام سباحة. طب حد ممكن يقول لي أبلة طب أنا مش هعمل كده يا ميس، أنا مش هقسم على 4، أنا هقول له 28 في ربع اللي هو ربع عدد البنات. طبعا دي هي دي. تمام. حمام سباحة قاعدته على شكل مستطيل بعد 2.5 و1.25 متر. احسب محيط قاعدته. محيط القاعدة بيساوي ايه او محيط المستطيل بيساوي ايه؟ الطول زائد العرض وبضرب كل في 2. يعني انا دلوقتي هجمع ده المحيط، هجمع 2.25 و1.25 وبعدين اضرب في 2. 2.25 زائد 1.25 وبعدين ارجع اضرب في 2. انا بجمع الاعداد الصحيحه 1 و2 3 وربع وربع نص. حد يقول لي ايه ده ربع زائد ربع ازاي نص يا مس؟ هقول لك حط الاربعه في المقام زي ما هي، اجمع 1 1 2 يبقى 2 على 4. 2 على 4 الكسر ده احطه في ابسط صوره ان انا بقسم على الاتنين، على الاتنين فيها الواحد، تحت على الاتنين فيها الاتنين، بقى ايه؟ نص. يبقى ربع وربع نص، يبقى 3.5 في 2. طب انا اضرب في 2 ازاي يا مس؟ هرفع الكسر ده اهو، 3 في 2 ب6، واحد عندي فوق يبقى 7 على 2 في 2. بصوا حبايبي الاتنين دي كأنها على واحد، فأنا بختصر المقام مع البسط عادي، يبقى فيها الواحد. 1 في 7 ب7 يبقى 7 ايه؟ 7 متر. يبقى المحيط بتاعي بيساوي 7 متر. تمام. ده كده الاختبار الاول. بس عشان ما اطولش عليكم ان شاء الله انتظروني في الفيديو القادم، هنكمل مع بعض ونحل كمان الاختبار التاني بتاع الاضواء على الشهر الاول اللي هو شهر فبراير في الرياضيات. ربنا يوفقكم رب العالمين. ما ننساش اللايك والكومنت، وانتظروني ان شاء الله بالاشتراك ان احنا نفعل زر الجرس عشان يوصل لنا كل الفيديوهات. ربنا يوفقكم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.